السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. تعالوا بقى نشوف احنا اشترينا ايه الشهر. هوريكم طبعا انا جبت ايه وبالاسعار بتاعتها. احنا رحنا فتح الله عشان نجيب الحاجه. اول حاجه هوريها لكم عشان اشيل، عشان هي عامله ازمه. الزيت ديت، بص الازازه ديت 3 لتر كانت عامله 180، يعني 188، يعني نقول 190. بس الصراحة لقيتها موفرة جدا، فانا قلت اجيبها احسن ما اجيب بقى ازازة صغيرة وكل شوية تخلص وكده. وديت اول مرة اجيبها يعني، بعدين هبقى اقول لكم يعني رأيي فيها. بس هي زيت نقي زي ما انتم شايفين كده، وما شاء الله حلو. دي اول حاجة معانا. تاني حاجة برضو معانا، جبت ازازة الخل ديت ب14 جنيه. تعالوا بقى نشوف المكرونات الاول. بصوا كيس المكرونة دوت. المكرونة دي حلوة جدا يا جماعة، جربوا قبل كده، يكتب لي تحت في الكومنتات. جبت الكيس ب25 جنيه، يعني الكيلو كيلو، مش 800 جرام ولا حاجة، لا كيلو. وده يا جماعة نوع تاني من المكرونة، أول مرة أجيبه بقى، فمش عارفة الصراحة هو نوعه كويس ولا لأ. هجربه برضو، هقول لكم في الفيديوهات الجاية إن شاء الله. برضو الكيس كيلو، بس دوت كان الكيس دوت الكيلو ب24، ودوت كان ب25. تمام. فأنا جبت كيلو قلم، جبت الكيلو دوت، دي صغيرة. وجبت بقى عشان احنا بما ان احنا بنحب السباكيتي، فجبت حوالي 3 اكياس مكرونه سباكيتي، علشان دي اكتر حاجه يعني احنا بناكل فيها المكرونه السباكيتي، بنحبها جدا. فانا قلت اجيب ديت عشان لما نعمل مكرونه بشاميل او حاجه. وديت برضو يبقى نوع تغيير يعني وكده. والسباكيتي بقى علشان يعني زي ما قلت لكم احنا بنحبها، فبنحتاجها كتير في الشهر. فانا جبت 3 كيلو. بس الكيس دوت بقى انا استعملناه امبارح بالليل، لان الحاجات دي جت امبارح بالليل، فده مفتوح. وجبت كيس شعرية. جرب كل دوت ان شاء الله، وهقول لكم رأيي في الفيديوهات ان شاء الله اللي جاية. وادي كيس سباجيتي تاني كمان. انا بقى ما جبتش مكرونه لسان عصفور، لان انا عندي يعني جايبه الاسبوع اللي فات مكرونه لسان عصفور، فاتبقى حوالي كيس. فانا ما رضيتش بقى اجيب الصراحه، قلت لما يخلص اللي عندي ابقى اجيب عليهم. بس كده يبقى كده المكرونه زي ما قلت لكم، ده ب24 وده ب25. دوت اول مره اجيبه واستعمله يعني، وهقول لكم برضو رايي فيه. تعالوا بقى نشوف جبنا ايه كمان. الرز بقى النهارده دوت يا جماعه انا عملته حلو، عايزه اقول لكم ان هو رز جميل يعني الصراحه، بس عيبه ان هو بيحتاج ان انت تزودي له الميه شويه. جبت حوالي 5 كيلو علشان الشهر. فطبعا لو الحاجه قلت ولا حاجه نقصت من عندي اكيد هنزل اجيبها طبعا. جبت اهو الكيس كان ب24. وادي كده 4 اكياس. والصبح انا زي ما قلت لكم ان انا استعملت كيس. تعالوا برضو نشوف جبنا ايه كمان. وجبت كيس سكر، لان انا كان عندي كيسين، فجبت كيس تاني اعمل عليهم كمان، يبقى كده 3 في الشهر. كنت جايباه ب31 جنيه. وبصوا بقى يا جماعه، انا جبت الزبده ديت. ديت عملت، انا مش شايفه الصراحه هي كام جرام، بس عملت 27 جنيه. طبعا فيها على حسب يعني، كيلو، ربع كيلو، نص كيلو، طبعا بيبقوا لافين اللفه كده على حسب الجرامات بقى اللي بتبقى في اللفه، فبيكتبوا السعر على اساس كده. فديت كانت ب27 جنيه معايا. وجبت اللبن النيدو دوت، كان ب32 الربع، قلت له يوزن لي بحوالي 30 جنيه. وجبت الباكت الكراوية دوت، ده الصراحة انا مش فاكرة سعره كان كام. وجبت صابون المواعين دوت، برضو انا على طول يا جماعة بجيب الصابون السايب، بس انا قلت بقى المرة دي اجيب الصابون دوت الازازة ديت من فتح الله. كانت ب22 جنيه، فقلت اجيبها واجربها واشوفها بقى حلو ولا لأ.
عايزه اقول لكم بقى اكتر حاجه هو مضايقاني، يعني ان النسكافيه غالي جدا. الازازه ديت معرفش قد ايه، بس حوالي يعني ربع كيلو. جبتها ب119 جنيه. انا بقى كنت مضايقه، بس يعني انا بقى لي فتره ما جبتهوش، فانا الصراحه ما قدرتش بقى استحمل، فقلت اجيبها بقى وخلاص. فجبت ديت ب119 زي ما قلت لكم. تعالوا بقى نشوف اهم حاجه والاكتر حاجه بحبها، هي حاجات الادوات المنزليه. جبت العلبة ديت جبتها علشان السكر، عشان العلبة اللي عندي لقيتها كده مش حلوة، فانا قلت اجيب له دوت. دي جميلة جدا، كانت ب62 جنيه، بس حلوة قوي عجبتني قوي. اهي كده، وده الغطا بتاعها، يعني حلوة قوي. وجبت العلبة ديت عشان المكرونة الاسباجيتي، انا كنت بحتاج بسيبها كده في الدرج، فكانت بتدلق وكده، انا قلت لا اجيب بقى العلبة ديت، وان شاء الله لما اروح المرة الجاية هجيب لي علبة كمان. فالعلبة ديت ب32 جنيه. وجبت فوطة المطبخ الجميلة دي يا جماعة، جميلة جدا وعجبتني، فيها كل الألوان. فيها لقيتها ب45 جنيه، وقماشتها حلوة كده كبيرة. قلت أحطها بقى، أحط عليها الأطباق وكده عشان تنشف. أهي ب45 جنيه. وعايزاكم بقى تدوني رأيكم وتقولوا لي انا اتضحك عليا في الصينية ديت ولا لا. الصينية ديت انا كنت جايباها ب125، فمش عارفة، انا حاسة ان هي غالية ما تستاهلش، فانا قلت اخد رأيكم، يعني حلوة تستاهل ولا ارجعها. يعني عامة انا ما شلتش التيكت من عليها ولا سعرها ولا اي حاجة، مش عارفة الصراحة، يعني مستغلياها. ولل120 ال125 دول متهيألي كانوا جابولي حاجة احسن منها. انتوا اكتبولي تحت في الكومنتات وقولولي ايه رأيكم فيها. استنى رأيكم. وبس كده، هي دي طبعا ناقص حاجات كتير هما اجيبها برضو، هقول لكم ناقص السمنه، وناقص بقى الخضار، وناقص حاجات كتير جدا، ناقص البهارات، التوابل، حاجات كتير قوي ناقصه انا عارفه. فان شاء الله بكره او بعده كده هنزل بقى، هاخدكم معايا السوق بتاع معهد الديني بقى، مش هجيبهم من فتح الله، علشان حاجات فتح الله غاليه الصراحه. يعني المكرونه ديت في السوق ب20 جنيه، والرز برضو ارخص من كده. بس يلا قلت اجرب بقى واشتري من فتح الله، يمكن اوفر فعلا، عشان هما كاتبين ان هو بسعر الجمله، لكن لا يا جماعه مش بسعر الجمله ولا حاجه. بس كده، وهو ده الفيديو بتاعي النهارده. يا رب يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا من الاسعار، وعرفتوا حاجه اللي انتوا عايزين تجيبوها، عرفتوا سعرها كام. طبعا الرز فيه من اول 24 لحد 32 جنيه، والمكرونه برضو تبدأ من 24 لحد برضو 33 جنيه. هي طبعا على حسب النوع اللي انت هتجيبيه. بس كده، اللي كان عليه عرض هو دوت الفيجيتار، وهيقلي ما كانش فيه عروض كتيرة يعني. لما رحت اهم حاجة اللي انا جبتها الزيت، اللي انا فرحانة بيها، جبت 3 لتر عشان اخلص بقى ايه، وما وجعش دماغي كل شوية الزيت خلص الزيت خلص. بس كده، ما تنسوش بقى حبيبي تعملوا لي لايك وكومنت حلو كده على الفيديو، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله، مع الف سلامة.